معركة بدر تحمل العديد من العبر والدروس التي يمكن استخلاصها وتطبيقها في حياتنا، منها الثقة في الله والاعتماد عليه. المسلمون في معركة بدر أظهروا ثقة كبيرة في الله واعتمادا عليه، مما ساعدهم على تحقيق النصر على أعدائهم الأقوياء. أهمية التخطيط والاستعداد. النجاح في المعارك والتحديات يتطلب التخطيط الجيد والاستعداد المسبق لمواجهة المواقف الصعبة. التوحيد والوحدة. قوة المسلمين في معركة بدر جاءت من وحدتهم وتضامنهم، مما يبرز أهمية التماسك والتعاون في تحقيق الأهداف. الشجاعة والصبر. المسلمون في بدر أظهروا شجاعة وصبرا عاليا في مواجهة الأعداء، وهذه القيم تعد أساسية في تحقيق النجاح والتفوق في الحياة. العدالة والتسامح بعد النصر. في بدر أظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم التسامح والعدالة في التعامل مع الأسرى والمنتصرين، مما يعكس قيم الرحمة والإنسانية في الإسلام. تحقيق النصر بالقوة الروحية. النجاح في بدر كان نتيجة للقوة الروحية والقيادة الفذة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما يظهر أهمية العناية بالجانب الروحي والمعنوي في كل مجالات الحياة. بهذه العبر تظل معركة بدر مصدر إلهام وتحفيز لنا لتطوير أنفسنا والسعي نحو التميز والنجاح بروح الصبر والإيمان والتكاتف. من معركة بدر يمكن استخلاص عدة نصائح ودروس قيمة، وفيما يلي بعض النصائح المستمدة من هذه المعركة. توكل على الله. ثق بالله وتوكل عليه في جميع جوانب حياتك. رغم الظروف الصعبة والتحديات، كانت ثقة المسلمين في الله واعتمادهم عليه هي السبب الرئيسي وراء نجاحهم. التخطيط والتحضير. ليكن مستعدا وقم بالتخطيط الجيد قبل مواجهة التحديات. المسلمون في بدر استعدوا بشكل جيد ووضعوا استراتيجية لمواجهة قوات قريش. قوة الوحدة والتماسك يمكن أن تجعل الفريق أكثر قوة. تعلم كيف تتعاون مع الآخرين وتحقق التضامن لتحقيق الأهداف المشتركة. الشجاعة والصبر في وجه التحديات. كن شجاعا وصبورا. الصبر والثبات يلعبان دورا كبيرا في تحقيق النجاح. التسامح والعدالة حتى في النجاح. كن متسامحا وعادلا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أظهر تسامحا وعدالة حتى مع الأعداء بعد النصر. استخدام القوة الروحية. الإيمان والروحانية لهما تأثير كبير. قم بتطوير قوتك الروحية وتعزيز إيمانك لتواجه التحديات بقوة. تطوير القيادة. كانت قيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي عامل مهم في النجاح. اعتمد على مهارات القيادة في تحقيق أهدافك. تلك هي بعض النصائح التي يمكن استخلاصها من معركة بدر، ويمكن تطبيقها في مختلف جوانب الحياة لتعزيز النجاح والتفوق. من بين النصائح والدروس التي يمكن استخلاصها من غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان، قدم المسلمون في بدر مع القوة الصغيرة والموارد المحدودة، لكنهم وثقوا في الله واعتمدوا على قوته. هذه الثقة العمياء في الله والتوكل عليه هي نصيحة مهمة في مواجهة التحديات. التخطيط الجيد. كان لدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم خطة جيدة لمواجهة القوات الكبيرة لقريش. القيادة الفعالة تتطلب التخطيط الدقيق والتحليل الشامل للظروف. الوحدة والتضامن. المسلمون كانوا متحدين ومتماسكين في بدر، وهذا كان جزءا كبيرا من نجاحهم. الوحدة والتعاون بين أفراد المجتمع تعزز القوة وتزيد من إمكانية تحقيق الأهداف. لصبر في الوجه المصاعب. مواجهة التحديات والمصاعب يتطلب صبرا واحتسابا. الصبر في اللحظات الصعبة يعزز القوة الداخلية ويمكن أن يكون مفتاح النجاح. العدالة والتساوي. كانت قيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مستندة إلى العدالة والتساوي بين الناس، سواء في التعامل مع الموارد أو في تكوين الصفوف العسكرية. نهاية غزوة بدر الكبرى كانت بنجاح المسلمين وتحقيقهم للنصر. بعد مواجهة شرسة بين المسلمين وقوات قريش المكية، حقق المسلمون فوزا غير متوقع ونجحوا في صد هجوم قوات قريش. بينما قتل عدد من القادة القريشيين ومن بينهم عمرو بن هشام أبو جهل وأبو لهب، نجحت المسلمين في أسر عدد من الأسرة، بينهم أبو العاص بن الربيع وأبو ذر الغفاري. تأكدت بنجاح هذه المعركة من رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهمية رسالته، كما أعطت المسلمين الثقة والتصميم لمواجهة التحديات القادمة. يعتبر يوم الفرقان في غزوة بدر الكبرى من الأيام المميزة في التاريخ الإسلامي، حيث كانت هذه المعركة أحد الأحداث المفصلية التي ساهمت في تحديد مستقبل الإسلام المبكر وتعزيزه. في الختام،
يمكن تلخيص أحداث غزوة بدر الكبرى والخلاصات الرئيسية على النحو التالي: النصر الغير متوقع. المسلمون كانوا في أقلية عسكرية ولم يكونوا مستعدين بشكل كافي للمعركة، ولكن بتوفيق الله حققوا نصرا غير متوقع على قوات قريش المكية. التوكل على الله، الثقة في الله والتوكل عليه كانت أحد أسباب النجاح. المسلمون أظهروا إيمانا قويا واعتمادا كاملا على مساعدة الله. التواضع والتسامح بعد النصر. أظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم تواضعا وتسامحا، حيث عامل الأسرة برحمة وعدل. تأكيد رسالة النبي النصر في بدر أعطى قوة إضافية لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وثبت قدرته على قيادة المسلمين. تعزيز وحدة المسلمين. المعركة ساهمت في توحيد صفوف المسلمين وتعزيز التضامن بينهم. العبر والدروس. غزوة بدر الكبرى تقدم العديد من العبر والدروس، مثل أهمية التحضير والتخطيط وضرورة الصبر والثقة في الله. بهذه الطريقة كانت غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان حدثا تاريخيا مهما في التاريخ الإسلامي، وساهمت في تشكيل مسار الدعوة الإسلامية وتعزيز قوة وثقة المسلمين. غزوة بدر الكبرى التي وقعت في يوم الفرقان هي واحدة من الأحداث الهامة في التاريخ الإسلامي. وقعت هذه الغزوة في عام 620 ميلاديا خلال شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، بين المسلمين بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجيشه، وبين قوات قريش مكة. سميت هذه الغزوة بدر الكبرى للتمييز بينها وبين معركة بدر الصغرى التي وقعت في سنة 623 ميلاديا. وقد وقعت الغزوة بالقرب من عين بدر في المدينة المنورة. تمثلت أهمية غزوة بدر الكبرى في فوز المسلمين الذين كانوا في أقلية وليسوا مستعدين بشكل كاف للقتال على قوات قريش المكية الكبيرة. يعتبر فوز المسلمين في هذه المعركة إشارة إلى دعم الله لهم، وتأكيد على صحة رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يشير تسمية يوم الفرقان إلى اليوم الذي تم فيه التمييز بين الحق والباطل، والنصر الذي حققه المسلمون في هذا اليوم يعتبر من أبرز الأحداث التي أثبتت قوة الإيمان والتصميم لدى المسلمين في مواجهة التحديات. معظم السرد التاريخي للغزوة الكبرى في يوم الفرقان يتناول الأحداث الجادة والتأثيرات الهامة للمسلمين وللإسلام، ومع ذلك يمكن أحيانا العثور على قصص أو تفاصيل إضافية قد تظهر بطريقة غير مباشرة في بعض السياقات التاريخية، ولكن يجب أن يفهم أن هذه القصص قد تكون غير رسمية، وربما تكون قصصا شعبية أو أساطير. مثلا تدور بعض الحكايات حول أحداث طريفة خلال المعركة، مثل قصة عن محاولة مسلم غير ذي خبرة في فترة النهار إخفاء نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم داخل درعه أثناء المعركة. ومع ذلك يجب أن يعامل هذا النوع من القصص بحذر، حيث يشدد دائما على أهمية فحص مصادر القصص والتحقق من صحتها قبل قبولها. في النهاية يظل التركيز الرئيسي على الأحداث الهامة والتأثيرات التاريخية للغزوة الكبرى في يوم الفرقان، كما ورد في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. تعتبر غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان من الأحداث المهمة في التاريخ الإسلامي، وهناك العديد من العبر والدروس التي يمكن استخلاصها من هذا الحدث. إليك بعض العبر الرئيسية: التوكل على الله، الثقة في الله. المسلمون